اعتقال كولونيل في جلسة طلاق. كولونيل بحال أي مواطن مغربي مشى يطلق مرته، واخا تكون الرتبة ديالو كيف ما كانت، مثل أمام القاضية وقالت لي شنو هو السبب اللي يخليك تطلق الزوجة ديالك، فأجاب بأنك تخرج بلا الإذن ديالي، بلا ما تشاور معايا. فما كان من جواب القاضية عوض أن تسأل المرأة علاش كتخرجي بلا ما تقوليها ليه، واش نهار بغا يتزوج بك شرط عليك أنك ما تخرجيش إلا بشوارو، فين كتمشي، ملي كتخرجي فين كتمشي، واش كتعطلي، علاش كتعطلي، علاش كتخرجي، واش انتي موظفة باش تخرجي، واش عندك شي عائلة فيهم السرطان وكتمشي ديري لهم فاطمة ولا شي همك مهرسة؟ لا، ما طرحش هذا السؤال على المرأة زوجة الكولونيل، ولكن سولات الكولونيل وشنو فيها. لأنني في ديك اللحظة ملي سولات القاضية الكولونيل اشنو فيها، أنا قلت واش هذا السؤال داخل في خصوصيات القاضية، يعني واحد الإنسان جاي متظلم من الزوجة ديالو بصيفته كولونيل وعنده سلاح وظيفي ومخلي مرته في الدار، ربما عنده الوسواس، ربما شاك في مرته قبل، ربما عوض أنها تسول المرأة تقول لها انت علاش كتخرجي، واش كتمشي تجيبي لي كوش، واش ما وجدتش لك الحاجيات ديالك البيتية، واش البوطة سالات، الخرجة اللي كتخرجي فيها فين كتمشي والمسافة والمدة. ولكن سولته وقالت لي شنو فيها، لأن هذه القضية ديال شنو فيها كانت المرأة اللي تقول وشنو فيها أستاذة القضية إلا خرجت، خص تكون بيناتنا الثقة، خص تكون بيناتنا كذا، ولكن استفزاته لأنه بصيفته متظلم وجاي عند القضية أخت ديالو الأم ديالو، وقضية حطها القضاء باش تنصف، لأن هذيك القضية المتهم خوها والمدعي خوها والمدعي عليه خوها، كلهم خوت حتى تتبين التهمة. ولكن ولات الطرف بطريقة غير مباشرة مع الزوج، ملي قالت ليه اشنو فيها ما بقى ما يتقال، يعني من الديبار عرف بأنه غيخسر القضية، وهذا الطلاق هذا غيولي ضرر من المحكمة وخارج المحكمة. فما كان من قول هذا الكولونيل اللي قال فاش العيالات يبداو يحكموا ما بقى ما يتقال. لماذا؟ خصنا نشوفوا البعد النفسي ديال هذه الكلمة اللي قالها تحت أنظار المحكمة، ولم يهين القاضية كقاضية أو كالمرأة القاضية أو كالمحكمة الموقرة، ولكن رجل محمل بطاقة نفسية لأن المرأة ديالو كانت باغا تحكم فيه. فملي ولات المرأة القاضية كتقول شنو فيها خسر المعركة، بحال ما نقولش اتفقوا عليه، ولكن القضيه اللي تنصفوا وتقول لها اختي علاش تخرجي، واش كتخرجي ايفازي، واش كتخرجي بارفان، واش النهار الاول شرط عليك تبقاي في الدار، واش انت ربة البيت ولا موظفه، قالت لي شنو فيها، يعني صافي ولات محاميه ديال الدفاع. هو قال فاش العيالات بداو كيحكموا ما بقى ما يتقال، يعني صافي ما انا ما بقى عندي ما يقول ملي وليتي تحكمي عليا كامراه ماشي كقضيه، ملي حكمتي عليا كطرف، حكمتي عليا كأنني مع الزوجة ديالي في المحاكمة ومع شقيقة الزوجة ديالي في المحكمة في الجلسة. هذا هو البعد النفسي ديالو. القضية أخذت المقولة ديالو كأنه إهانة لها، قالت ليه ما عندكش الحق تقول لي هذه الكلمة ديال العيالات بداو كيحكموا، فأمرت باعتقاله وتم اعتقاله والزج به في الحراسة النظرية، رغم أنه قال لي ما ودي رانا كولونيل، ماشي من باب تباهي ولا استعمال السلطة ولا الشطاط ولا استعمال الصفة، قال لي ما ودي راه عندي خدمتي وظيفة، راه غتضر هذا الاعتقال ديالي راه غيضر ليا بالوظيفة ديالي. زادوها ليه حتى تهمة، تعنى بأنه كولونيل، فتم اعتقاله بإذن وكيل الملك بناء على الشكاية اللي دارت به القاضية. قضية دارت لي شكاية أنه هانها وأنه قال الصفة ديالو كولونيل إلى آخره.
فتم الزج به يومين في الحراسة النظرية، ثم يقدم عند وكيل الملك لكشف المعطيات. هنا نخرج من الموضوع ونهضروا في واحد الموضوع آخر. نسولكم يا إخوان الكرام، نتوما في بلاصة هذا الكولونيل، من اللي بسبب الطريقة ديالك ولا الزوجة ديالك وصلتي لهذا المواصل ووصلتي لهذا الاعتقال، باقي غترجعها؟ إذن تدخل ديال القضية ديال الأسرة اللي كتقول لك حكما من أهلها وحكما من أهله، واللي كدير لك جلسات متباعدة لعل وعسى يكون الصلح ونعلو الشيطان، هذا الاعتقال هذا أليس هو سبب رئيسي أنه غيزيد يدير الشرخ بينه وبين المرأة ديالو؟ كان غادي يرجعها، كان غادي يديروا المامين يدوز بحنكة القضية وبأخوة القضية وبأمومة القضية، وأن القضية يكون المتداعيان كلاهما إخوتها وأشقاؤها لكي ترجع المياه إلى مجاريها، ولكن بسبب الاعتقال ديالو هذا من 90% أنه ما غاديش يرجع للمرأة ديالو. فمن يعني من المعاني ديال أن المرأة تكون قاضية أنها تكون متعاطفة مع كلا الطرفين. فأنا أدعو والله تعالى أعلم أن يكون ليس فقط قاضية الأسرة فقط، أن يكون قاضيان، امرأة ورجل، قاضي وقاضية، كلاهما يكونان في نفس المركز ديال استماع الطرفين الزوج والزوجة لكي لا يبغي أحدهما على الآخر ولكي لا تطغى الشخصنة. يعني الله تعالى أعلم، احنا القضية لا نشك فيها ولا نطعن فيها، نحترمها، ولكن ما يكون إنسان راه كيجي من الدار محمل يقدر يكون عنده مشكل مع الأسرة ديالها ولا الزوج ديالها، ولا شافت داك الكولونيل كأنه طاغية الله أعلم فقامت باعتقاله. لذلك يكون قاضي وقاضية لفك النزاع بين الرجل والمرأة، لكي يؤخذ من القاضية رحمة المرأة ويؤخذ من الرجل رحمة الرجل، لكي لا نصل إلى مثل هذه القصص.